صباح الخير. ميني كويز النهارده بيعرفني الفرق بين ادوات التعريف وان من خلال tricky question. يلا نقرا مع بعض. He is not honest man. He is not honest man. وطبعا التشويسز اللي موجوده عندي او ان. في البدايه يا ولاد لازم نكون عارفين الفرق بين الحروف المتحركه والحروف الساكنه. الحروف المتحركه او الفاولز هم 5 letters في الالفابت عندي A E I O U. تمام؟ A E I O U. بخلاف الخمس حروف دول باقي الحروف عندنا بنقول عليهم حروف ساكنة أو consonants. تمام؟ لازم في البداية نكون عارفين الحروف المتحركة دي ليه بقول عليها متحركة وطريقة نطقي ليها ازاي. ففي البداية احنا خلاص حطينا الفايف letters قدامي هم من الشمال لليمين. A apple E egg I ink. لاحظوا احنا بنتك على أول letter أو الحرف بننطقه ازاي. O orange واليو up أو umbrella. لاحظوا ان اليو في الالفابت اسمها يو، لكن انا عشان اقول عليها حرف متحرك لازم انطقها بالطريقه دي up او umbrella. تمام. القاعده اللي احنا متعودين عليها وكلنا حافظينها من اولى ابتدائي هي ان اي كلمه بتبتدي بحرف متحرك او فاول بيجي قبلها كلمه اداه التعريف زي كلمه ant او an apple على سبيل المثال. واي كلمه بتبدا بحرف ساكن او consonant بيجي قبلها اداه التعريف a cat a dog a garden. تمام، وده اللي احنا حفظناه. لكن يا ولاد لكل قاعدة استثناء. تمام؟ فمش أي كلمة بتبتدي بحرف متحرك بيسبقها أداة التعريف وعندنا الأمثلة الجاية. كلمة user حرف اليو user university uniform. بالرغم من إنهم بيبتدوا بلتر يو اللي هو بنعتبره حرف متحرك أو فاول، إلا إن إحنا بنحط أداة التعريف قبلهم بتكون ليه؟ لأن إحنا ما نطقناهمش بنفس طريقة الفاول. زي كلمة أما قلت لكم ركزوا معايا في حرف اليو في البيج اللي فاتت كانت up وامبريلا. تمام. تاني حرف بيبين لي الموضوع ده هو حرف الاي. الكلمتين الجايين فيهم خلاف في النطق دايما بسمع ناس بيقولوها European، هي European او يورو. تمام، European. بما ان الاي بالرغم من انها بتبتدي بحرف متحرك او فاول احنا ما نطقناهوش ونطقنا تاني حرف يو European. اذا فبالرغم من انها حرف متحرك الا انه سبقته اداه التعريف كلمة one. ونلاحظ الفرق بين نطق ال O في one ونطق ال O في orange. orange بنقول an orange، إنما one ما نطقناهاش بنفس الطريقة وبالتالي جت قبلها أداة التعريف تمام؟ بنفس الطريقة لازم نكون عارفين إن مش أي كلمة بتبتدي بحرف ساكن بيسبقها أداة التعريف والمثال عندنا أشهر 3 أمثلة our owner honest. بالرغم ان ال3 كلمات بيبتدوا بحرف الاتش وهو حرف ساكن الا لانه سايلنت احنا نطقنا تاني حرف الاو، فبالتالي بقت اور ساعه، اونر شرف، اونست شريف، وبالتالي النطق نطقته حرف متحرك اذا فحطيت اداه التعريف طيب انا كده اتلخبطت، اقدر اميز الموضوع ازاي؟ بنيجي هنا للقاعده الذهبيه للحفظ السريع. وانت بتقرا الكلمه اللي قدامك وهتختار اداه التعريف او ان، اسمع الكلمه وما تشوفهاش. اسمع الكلمة وما تشوفهاش. لقيت الصوت اللي انت سمعته أول حرف كان صوت ساكن أو consonant، حط أداة التعريف صوت متحرك حط أداة التعريف يبقى تاني هنسمع الكلمة ومش هنشوفها. الصوت ساكن هنحط consonant، الصوت ساكن أو consonant هنحط أداة التعريف الصوت متحرك أو vowel هنحط أداة التعريف نرجع للميني كويز بتاعنا ونقرا السؤال مره تانية. بيقول he is not honest man. حطينا دايره على الكلمه اللي احنا طالبين لها اداه تعريف اللي هي كلمه honest، واحنا اوريدي خلاص اخدناها في الاكزامبلز اللي فاتت. honest الاتش سايلنت نطقنا honest خلاص فاول على طول، وبالتالي الاختيار الصح بيكون هو اداه التعريف n. الإجابة بتكون عندي he is an honest man. أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة من ماني كويز النهاردة. تابعوني علشان نشوف فيديوهات ماني كويزز جاية كتير. شكراً.